السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا في افضل حال، والايام اللي جاية ان شاء الله تكون خير وسعادة على اصحاب برج القوس في كل العالم كله. اصحاب برج القوس، النهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض التوقعات اللي ان شاء الله اتمنى انها تكون ايجابية وفي نفس الوقت خفيفة على قلبكم الجميل الطيب بامر الله. وقبل ما نبدأ أي شيء هنسمي الله وهنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. أصحاب برج القوس حبايب قلبي، بفكركم باللايك، واللي أول مرة بيشوف القناة يبتدي إن هو إن شاء الله يشترك فيها ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل الفيديوهات بأمر الله. هنشوف النهاردة مع بعض أصحاب برج القوس إيه اللي شاغلهم وايه الجديد اللي في حياتك، وان شاء الله تكون معانا الطاقة دلوقتي مفتوحة لكل اللي موجودين بأمر الله. و النهاردة ان شاء الله يوم الثلاث، هو ثالث يوم في شهر اكتوبر بأمر الله، والطاقة ان شاء الله مفتوحة معانا لآخر اكتوبر. يعني لو فتحت الفيديو في اي وقت، يوم 10، يوم 20، يوم حتى 29، معاك الطاقة بتاعت الفيديو الحمد لله مفتوحة. وبأمر الله الأحداث اللي هنشوفها النهاردة إن شاء الله هتلاقيها في حياتك بأمر الله. هنسمي الله. أصحاب برج القوس، بداية الكلام وبداية القراءة وجود طاقات معانا دلوقتي بأمر الله. إن شاء الله خروج من مشاكل بأمر الله، عندك خروج من مشاكل يا برج القوس إن شاء الله وبأمر الله، وقولوا أمين. هتنتقل لمنصب أكبر من المنصب اللي انت فيه ومن المكانة اللي انت فيها في الشغل بتاعك أو العمل بتاعك. اطمن، يمكن انت شايف ان الدنيا كانت مضيقة عليك شوية، بتجتهد بتعمل كل ما في وسعك من كلام حلو وطريقة حلوة واسلوب حلو، يعني كل الحاجات الحلوة انت بتعملها، بس كنت يمكن مركون شوية، يمكن كنت مش واخد حظك قوي، ولكن القدر هيبقى معاك لصالحك ان شاء الله. هتبقى في منصب اعلى، منصب اهم، لان هتبقى الرؤى كلها عليك والعيون كلها عليك بشكل ملاحظ. اسمك هيتردد كتير الايام دي والفترة دي، واسمك كمان هيتذكر بالخير لانك انت مش بتحوش حاجة عن حد، سيخي قوي. فانا يعني اللي انت طلعته باليمين ان شاء الله هتلمه برضو باليمين، يعني ملناش دعوة باهل الشمال ان شاء الله بامر الله. هتفرج عليك جدا، اطمن وهتفرح، قلبك هيتسعد، قلبك صاحب برج القوس قلبكم هيتسعد من فرحة كده جاية لكم في الطريق. بس فرحة ايه بقى؟ يعني الفرحة ذات نفسها هي اللي بتستعد عشان تجيلك. يعني انت زي ما تكون مثلا ايه، عندك مثلا مناسبة انت بتستعد قبلها بقد ايه، بفترة. هي نفس الحكاية، الفرحة اللي جاية عليكم يا اصحاب برج القوس بتستعد علشان تجيلكم، والله بتهيأ نفسها. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب بالنسبة معلش هنخرج شوية عن الطاقات بتاعتنا. جالي ناس كتيرة جدا بتتصل عليا بتقول لي اغلب القنوات بياخدوا الصيغة بتاعتي وياخدوا حتى السبحة، يعني بيبتدوا انه يحطوا سبحة ويقولوا على السبحة ويقولوا نفس الكلمات. يعني في حد بيقول لي حتى كلمة بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله بتاعت حضرتك بينطق. قلت لهم خلاص يا جماعة، يعني خلاص دي حاجة كويسة، يعني ما حد بيقلدني انا ببقى فرحانة. بس طبعا اللي بيقلد اسمه بيقلد، ولكن الحمد لله والشكر لله مش اي حد يحط سبحة ويقرأ عليها ويشوف عليها وتنفتح الطاقة قدامه بأمر الله. طبعا ربنا يعني الحمد لله بيختص بعض الناس كده، هو بيديهم شوية حاجات كده بس، يعني والحمد لله. فندخل للطاقة بتاعتنا تاني.
طيب في صفقة ونعد، يعني تعدوا معايا كده. كلمة صفقة دي مكونة من كم حرف؟ الصاد والف والقاف والت مربوطة، يعني 1 2 3 4، 4 حروف. اضربهم في 8. اضرب ال4 حروف بتاع كلمة صفقة، اضربهم في رقم 8، بعدين اطرحهم من رقم 3، وبعدين قسمهم على 2. طيب ايه الحكاية بقى في الموضوع ده؟ الرقم اللي هيطلع لك ان شاء الله بأمر الله من بعديه، يعني طلع لك 1، طلع لك 2، هيبقى يوم، هيبقى 2. فاهمني؟ بأمر الله تعالى. وهتحصل تغيير بحياتك لطريق أفضل بأمر الله تعالى. قولوا أمين. انت ظلمت شخص عن طريق الغلط، ضميرك بيأنبك كتير. معلش، يعني انتم كلنا بني ادمين مش ملايكة، بنخطأ طبعا، وخير الخطائين التوابين طبعا. ماشي، معلش لو انت ظلمت شخص ارجع له، او لو مش عارف ترجع له، او مفيش اي صفة ان انت ترجع له، يعني اخرج صدقة بنية ان انت ربنا ان شاء الله يعني يتقبل منك ويعفو عنك بأمر الله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. دايما افتكروا الكلمة ديت، ودايما طبقوها، ودايما اخرجوا صدقة علشان على نيتكم ترزقون. دايما بالنية بأمر الله ربنا هيديكم ان شاء الله. محتاج كمان هنا في بين قوسين اهوت، في هنا حاجة علامة بتقول ان انت محتاج ترجع لصلاتك ودعواتك والتضرع الى الله. الدنيا خدتك شوية الايام اللي فاتت، بس ما تاخدكش من ربنا، ولا ان انت تمسك المصحف بتاعك اللي انت متعود عليه. في ناس يا جماعة ما بتحبش تغير المصحف بتاعها، سبحان الله، متعودة على المصحف بتاعها، كمان بتشيله جنبها على المخدة بتاعتها، فما بتحبش. يعني هو كله كلام ربنا، وكلها طبعا كتب سماوية عظيمة، ولكن انت متعود على المصحف بتاعك، وده شيء كويس، لان بيحصل بينك وبين مصحفك روحانيات لا يعلمها الا الله. 2 أشخاص بيدعوا لك، أشخاص بتدعي لك كبار في السن، بيدعوا لك من قلبهم جدا، ويا رب إن شاء الله دعواتهم بأمر الله توصلك إن شاء الله. نفسك تسافر، عاوز تلف الدنيا، عاوز تلف العالم، عاوز تشوف الناس هنا عاداتهم ايه، هنا شكلهم ايه، هنا عايز يعني بص، عايز تشوف ناس جديدة، عالم جديد. هتنول اللي انت عاوزه ان شاء الله، هتنوله بأمر الله بالصبر، وان ربنا هيديكم ان شاء الله. ربنا هيديكم نعيم وخير والله بأمر الله، نعيم وخير كتير جدا جدا. هيعوضك ربنا على اللي فات. شفت كتير وقسيت كتير وتعذبت كتير، ومحدش كان بيحس بيك ولا بدموعك غير رب العالمين. ربنا هيعوضك، ربنا هيعوضك. عوض ربنا كبير جدا جدا. لا تيأسوا من رحمة الله، ربنا شايل لك شيء حلو جدا، هيعوضك الأيام والسنين اللي انت عشتها. قولوا يا رب، قولوا يا رب، قولوا يا رب يا جماعة. كل اللي معانا دلوقتي قولوا يا رب إن شاء الله، وارفعوا ايديكم للسماء، ارفعوا ايديكم لرب العالمين. ربنا هيستجاب بأمر الله تعالى. هتبشروني بأفراح حلوة وحاجات حلوة داخلة على حياتكم جديدة، وقلبكم هيفرح. انتوا من زمان قلبكم ما فرحش، يمكن بتفرح فرحة عابرة، ولكن من كتر فرحتك اللي هتلمس قلبك هتسجد سجدة إلى الله طويلة، هتغيب فيها شوية من كتر فرحتك، وإن انت عارف ومتيقن ومتأكد ان ربنا عمره ما سابك. ربنا كان في ظهرك، دايما في ظهرك. كل الناس يمكن تخلت عنك إلا الله سبحانه الله وتعالى.
في بشرة حلوة هتوصلك من شخص غريب، في بشرة هتوصلك من شخص غريب. ماشي. طب امور العاطفية جديدة، عندك امور عاطفية جديدة، وهتصلح علاقتك كمان بشخص قديم. طيب عندنا ايه؟ عندنا طاقة الميزان، الجوزاء، العذراء. قلبك مشغول على ابن ليك، خايف عليه، مشغول بيه، اول مرة يبعد عنك، اول مرة يبعد عنك، قلبك مع يعني بيتقطع كده علشان بعد عنك، ولكن سيبها على الله، ان شاء الله خير. عليك ديون، خايف، لا اطمن، اطمن جدا، هتسدد ديونك وهتسلف ناس كمان. سبحان الله، الناس اللي انت كنت يعني مديون لها انت هتسلفها في يوم من الايام، جاية مش بعيد يعني. اصحاب برج القوس حبايب قلبي، قبل ما اسيبكم بس عايزاكم ان انتوا تنظموا حياتكم شويه، لان اللي جاي عاوز روقان، عاوز راحه بال، عاوز كده ان انت تسند ظهرك كده وتفكر انت هتعمل ايه بالمال اللي جاي لك بقى يا عم، وتطمن بقى وما تنسناش، لازم الحلوان بتاعنا كده. اصحاب برج القوس بحبكم جدا جدا، اتمنى لكم كل الخير وكل السعاده، متنسوش اللايك والاشتراك في القناه.